السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا من خلال العنوان غادي نهضر لكم على الزواج المختلط او الزواج بكنديه اولا بكندي. ما نطولش عليكم. اللي بغيت نقول لكم هو ان الزواج صراحه المختلط ما كيحتاجش بزاف الوقت، ما كياخذش بزاف الوقت، يعني ما كتحتاجوا لا رشوه لا حتى شي حاجه. خاصكم غير تعرفوا فين غاديين والوثائق اللي غادي تحتاجوا واللي غادي يجيب مع داك الطرف الاجنبي باش ما تحصلوش وما يتلغاش لكم داك الزواج. يعني كلشي غادي يدوز مزيان في اقل من 15 يوم. غادي يكون الوثائق ديالكم مجموعه ومدفوعه للبوليس، غادي نتسناو غير تكون يعني مدفوعه للمحكمه، غتسناو غير لوطوريزاسيون باش يعطيكم تزوجوا. غير تبعوا هذا الفيديو، غادي نحط لكم كاع النسخ اللي غادي نهضر لكم عليها، غتلقاوها في اخر الفيديو، وغادي نهضر معكم، غادي نحط لكم داكشي بالتدقيق بلا ما نطول عليكم. اول حاجه غادي تاخذوها هو اجنده وستيلو تكتبوا معايا. غادي نبداو بالطرف المغربي. الطرف المغربي يعني كنقصد الزوج او الزوجه المغربيين اللي غادي ياخذوا داك الاجنبي او الاجنبيه. نبداو بالطرف المغربي. غادي يحتاج 3 نسخ من عقد ازدياد، يعني النسخ اللي كتكون من المدينه اللي تزدتي فيها الاصليه، يعني عافاكم كنقصد 3 نسخ، يعني ماشي تاخذوا وحده ديروا لها فوتوكوبي، هما كيعطيوكم 3 نسخ كتكون بالعربيه والفرنسيه. واخا من بعد كتاخذوا نسخه كامله حتى هي كتاخذوها من المقاطعه، كتقولي عطينا نسخه كامله، تكون 2 نسخ اصليين كيكتب لكم فيها قصه الزواج. هذه ما تنساوهاش، سطروا عليها قصه الزواج. يعني دابا هما 2 عقد ازدياد، 3 نسخ من عقد ازدياد بالعربيه والفرنسيه، وجوج نسخه كامله فيها قصه الزواج. ثالث حاجه اللي هي شهاده العزوبه، يعني غتمشي للمقاطعه هذاك النهار اللي غتمشي فيه، غتفيق بكري ولا غتفيقي بكري، غتقضي كلشي في نهار. غيمشي معاك الاب ديالك وجوج شهود، يعني ولي الامر وجوج شهود، كتاخدي معاك الحاله المدنيه ولا كارت ناسيونال. هذوك الناس اللي غاديين معاك حتى هما لا كارت ناسيونال. اول حاجه كتاخدي هي كتدفعي العقد ازدياد، من بعد كتاخدي نسخ كامله، من بعد كتاخدي شهاده العزوبه لان ضروري خاصك شهود. صافي وانت ساليتي من المقاطعه. من بعد كتاخدي الصور، كتمشي تصوري ولا كتمشي تصور 4 صور خاصك. من بعد خاصك شهاده طبيه قص الزواج بالعربيه ولا الفرنسيه، بحال ماشي مشكل. صافي هادشي انت ساليتي بالنسبه للطرف المغربي. دابا غندوزو للطرف الاجنبي. هاد الوثائق خصهم هذاك الطرف الاجنبي يجيبهم معاه، يعني الطرف الاجنبي كنقصد الخطيب اولا الخطيبه اللي جاي من على برا. غادي تقولوا هاد الوثائق اللي خاص تجيب معاك عقد ازدياد، تا هو يجيب معاه عقد ازدياد، خاصو يكون مصادق عليه. اهم حاجه هما راه غادي نعرفوا، تقول لي خاصو يكون مصادق عليه، راه غادي يعرفها. السجل العدلي تا هو يكون مصادق عليه. شهاده طبق الاصل كتثبت انه مسلم، او لا الا ما كانش مسلم وبغى يحافظ على الديانه ديالو يشهد بالديانه وبالرغبه في الحفاظ عليها. غتلقاوني غنكتبها لكم حتى هي، غتلقاوني غنحطها لكم كيفاش تكتبوها. هذاك الطرف الاجنبي حيت خاصو يكتبها بالعربيه. غتلقاوني غنخليها لكم في الاخر في الفيديو. هي والوثائق الاخرين اللي غتحتاجوا تكتبوهم بيديكم. ماشي تكتبوهم بيديكم، يعني كنقصد تكتبوهم طابيوهم في البيسي وتامبريموهم باش تكونوا تحطوهم مع الوثائق اللي غادي تحتاجوا. كيف ما قلت لكم شهاده طبق الاصل كتثبت الاسلام، اولا ما كانش مسلم وبغى يحافظ على الديانه ديالو، خصكم حتى هي تكتبوها، غنخليها لكم في اخر فيديو. شهاده العمل او الدخل الفردي ديال مده 6 شهور ضروري، خصو يجيب معاه مده 6 شهور وفاش خدام. حتى هي تكون مصادقه عليها، ماشي يخرجها من البنكه ويجيبها، لا خاصها تكون مصادقه عليها، ردوا بالكم. ويكون عنده ولا تكون عندها الا كانت مزوجه ولا مزوجه سابق لها مزوجه ومطلقه، تجيب معاها شهاده طلاق، حتى هي دي ضروريه. يعني هاد الوثائق خصهم يجيبهم معاه ولا تجيبهم معاهم. صافي دابا هادو اللي هادشي اللي غادي يجيب هذاك الطرف الاجنبي. من بعد ملي غادي يجي الطرف الاجنبي ولا غادا تجي، يعني الطرف الاجنبي كنقصد بجوج. اول حاجه ردوا ليها البال هو الوثائق ما تكونش فايته 3 شهور، يعني هذاك الشهر اللي جاي فيه خاصو يوجد فيه الوراق ويجيبهم معاه، لان ما غياخذوش من هنا، ما كاينش هنا القنصليه ديالو ما غتعطيهمش ليه. القنصليه غتعطيه وثائق اخرى اللي غادا نقولها لكم. اول حاجه ملي غادي يجي داك الشخص يرتاح خاصكم تاخذوا موعد في القنصليه الكنديه، لان ما غاديش تجيو تدخلوا دابا مع كورونا. الاجراءات تبدلات، كتاخذوا رونديفو، كتدخلوا للسفاره الكنديه
المغرب اللي كاينه في الرباط، كتدخلوا كتاخذوا تما كتلقاو ان كيفاش تاخذوا موعد ديال لا كاباسيتي دو مارياج. هاد الوثيقه ديال كاباسيتي دو مارياج كتدخلوا كتقولوا كتلقاو كتكليكيو على انكم دفع وثائق، غتلقاو كيطلع لكم تما واحد كيفاش تاخذوا موعد. كتاخذوا بالساعه مضبوطه، يعني خصكم تحترموا الوقت. قال مثلا بغيتو 9 هو كاين الوقت كاين عندكم من 9 الصباح حتى ل 3:30 وقت 4 بحال هكا. نتوما كتختاروا الساعه اللي بغيتو غتكونوا فيها بالضبط، يعني خصكم تكونوا ساعه قبل. صافي اول حاجه قبل ما تمشيو كتاخذوا الموعد كما قلت لكم. صافي يعني خصكم تمشيو للساعه قبل ما غتمشيو خصكم تشوفوا مع محامي ولا نوتير، خاصو باش يكتب لكم انني اشهد ان محامي ولا نوتير اشهد ان هذا الشخص الاجنبي انه قادر يتكفل بهذا الشخص المغربي. هي كتسمى كاباسيتي دو مارياج، انه قادر يتكفل بك، يعني ملي كيمشي راه 3 سنين وهو مكفل بك. يعني هكا دايره القانون. تكتب حتى هي غنخلي لكم كيفاش تكتبوها، غنخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو. قلت لكم غنخلي لكم وثائق كامل اللي غتحتاجوا. كتكتب فيها سميتك الطرف المغربي، سميتو كنيتو لادريس و لا كارت ناسيونال، والطرف الاجنبي كذلك رقم جواز سفر، الاسم والنسب والوثائق كامله، المعلومات كامله عليه. وكيشهد ان زعما كاين ان هذاك الناطق او المحامي ان راه غادي انا شاهد ان مثلا هذا الطرف ان راه قادر يتكفل بهذا الطرف المغربي وصافي. تصادقوا عليها، ضروري ما تصادقوا عليها في المقاطعه. صافي وكيسيني فيها الطرف الاجنبي. هيا ولات عندكم كاباسيتي دو مارياج، هي كتصايب 300 درهم هادي. ولكن عند محامي والنوطير كتصايب 500 درهم. شوفوا نتوما هي كتلقاو صعوبه كيفاش تصايبوها، ولكن خصكم تشوفوا مع شي محامي اللي غيصايبها لكم. الا كانت في مدينتكم افضل، لان في الرباط غاليين بزاف. في الرباط راه واصلين 1000 درهم 1500 درهم الا قلتو صايبوها في الرباط، يعني غير باش نصيحه. صافي دابا صايبتو كاباسيتي دو مارياج، غادي تاخذوها وغتمشيو للموعد اللي عندكم في الرباط في السفاره الكنديه. هي هاد الكاباسيتي دو مارياج راه كيحتاجها حتى يعني ماشي غير كندا، كيحتاجها حتى فرنسا وكيحتاجها حتى امريكا وتركيا كذلك، يعني كاين بزاف الدول اللي كيحتاجوها. كيف ما قلت لكم غتمشيو للقنصليه، غادي تاخذ معاك فوتوكوبي ديال الطرف المغربي. دائما عافاكم فوتوكوبيات ديروهم بالكولور احسن. كتاخذوا فوتوكوبي بالكولور ديال الطرف المغربي، والطرف الاجنبي كياخذ غير هذيك الورقه ديال كاباسيتي دو مارياج، كياخذ مع الباسبور ديالو وفوتوكوبي لا كارت. صافي 400 درهم باش كتصايب هاد الورقه. صافي كتطلع لكم على 48 ساعه. غترجعوا الغد لي غتاخذوا الكاباسيتي دو مارياج، كتاخذوها مباشره باش ما تضيعوش الوقت. مباشره كتمشيو للوزاره الخارجيه، مباشره كتمشيو لوزاره الشؤون الخارجيه من اجل المصادقه عليها. كيخصك عاوتاني فوتوكوبي لا كارت ديال الباسبور. من افضل ديروا بزاف الفوتوكوبي باش يكون معاكم، لان هو تما حدا الوزاره صراحه كاين فوتوكوبي كيدير، كاين تما فوتوكوبي ما تحتاجوش، ولكن غير الا كان زحام باش تفاداو الزحام على الفوتوكوبي تكونوا نتوما واجدين. يكون ديما عندكم كلاسور وجامعين فيه الوثائق ديالكم، يكون كلاسور ديالك انت بوحدو وكلاسور ديالها هي بوحدها باش الوراق ما يتخلفوش لكم وتكون داكشي منظم. كديروا فوتوكوبي كما قلت لكم كولور الطرف الاجنبي، كديروا الباسبور لا دات امتى دخل المغرب والجهه اللي فيها التصويره والمعلومات على داك الطرف، والفوتوكوبي ديالك ديال الطرف المغربي. صافي 40 درهم. صافي وكيكاشيو ليكم حتى هي كتقول لكم كتاخذوها على ساعتين. كتمشيو تجلسوا بحال هكا في شي قهوه قريبه حتى كتبداو تسمعوا السميات. صافي وكتمشيو تاخذوها، ما كتاخذش الوقت. الوثيقه الثانيه هي شهاده سجل عدلي اللي كتكون خاصه بالاجانب، كتسلم من المصلحه المختصه بوزاره العدل. غادي غير تكتبوها في جوجل غطلع لكم لادريس فين، اولا الا خديتو تاكسي راه غاديكم ليها نيشان. كيكونوا تما كاين شي سماسريات يقول لكم شنو خاصك من احسن ما تهضر مع حتى شي واحد، راه هي كتبان لكم كاينه في موبل. غتمشيو عادي، كيدخل الطرف الاجنبي فقط، ما كتدخلش معاه المغربي. كيمشي الطرف الاجنبي شنو تياخذ فوتوكوبي ديال عقد الازدياد مع فوتوكوبي ديال جواز سفر ديال الصفحه الاولى والثانيه، كيف ما قلت لكم الصفحه اللي فيها التصويره والورقه اللي فيها امتى دخل المغرب، مع 10 درهم ديال تنبر. صافي
وجواز السفر ديالها اصلي ولا جواز السفر ديالو اصلي، حتى هي ما كتعطلش دغيا. يقدر يقول لكم ساعتين ورجعوا ليه، يقدر يعطي لكم سوق بلاص. الا كانت الدنيا خابيه غتاخذوا سوق بلاص. يعني النهار ديال الرباط ملي غتمشيو هاد الورقه تقدروا تاخذوها نهار تمشيو تدفعوا الكاباسيتي دو مارياج، من الافضل باش يكون عندكم الوقت. نهار دفعوا الكاباسيتي دو مارياج الا كتدفعوها ما كياخذش 10 دقائق، كيدخل داك الطرف الاجنبي كيعطي وثائق كيوقع صافي كيخرج، يقول لكم تنغدا ونرجع. من هذيك الوقيته ملي تساليو غتهبطوا نيشان لشهاده التسجيل العدلي، غتاخذوها غتاخذوا الطرف الاجنبي غيدير فوتوكوبي ديال العقد ديالو مع فوتوكوبي ديال جواز السفر كيف ما قلت لكم، الصفحه الاولى والصفحه الثانيه امتى دخل المغرب والصفحه اللي فيها التصويره ديالو المعلومات. صافي الفوتوكوبي ديالك ديال الطرف المغربي مع 10 دراهم صافي، وغتاخذوا ديك الورقه باش الغد ليه ملي ترجعوا. الغد ليه كتمشي تاخدي الكاباسيتي دو مارياج ديالك وكديها للوزاره الخارجيه كاشيو لك ليها ب 40 درهم وصافي، وانت ساليتي من الرباط. يومين خدات لك صافي، ما بقات عندك حتى شي حاجه. من بعد غتمشي تاخدي كيف ما قلت لكم، تقدروا الا بغيتي تمشي تاخدي شهاده طبيه. وشهاده طبيه كيف ما قلت لكم ضروري يكون فيها مكتوب فيها الرقم ديال الباسبور ديال الطرف الاجنبي صافي، وديروا تاخذوا التصاورات الصغار ديالو، حيت لما جابهمش معاه ضروري خاص يكون 5 صور صغار و5 صور لك نتيا الطرف المغربي صافي. كيف ما قلت لكم يعني كيبان لكم هادشي واضح. يعني الطرف الاجنبي ملي جا وجاب معاه داك الوراق ارتاح واحد النهار، وانتم ديجا هذاك الوقت اللي هو تيرتاح فيه ياخذ نهار لو ماكسيموم، انتم كتكونوا ديجا خديتوا موعد باش ما تعطلوش، باش ملي كتاخذوا موعد كما قلت لكم دومونديو ديكلاراسيون دو مارياج. في هذيك الوقيته كتساليو كتمشيو تاخذوا الورقه ديالكم من وزاره الشؤون الخارجيه. من بعد كتمشيو صافي كتساليو كتمشيو ترتاحوا. الغد اللي كترجعوا تاخذوا ديكلاراسيون دو مارياج كتمشيو تصدقوا عليها ب 40 درهم وكديو معاكم وثائق، هكا كتكونوا ساليتو من الرباط. يعني من بعد اشنو تديروا؟ كتمشيو ترجموا الوراق اللي عطاو ديكلاراسيون دو مارياج كتكون بالفرنسي، ما كتحتاج ترجم لان لغتنا العربيه والفرنسيه. ولكن الوثائق الا جاوا باللغه الانجليزيه هما اللي كتحتاجوا انهم يترجموا، ولا العقد ديال اللي جابوا واخا بالفرنسيه من الافضل انه يترجم لان بعض المرات كترفد. بالنسبه لشهاده الطلاق، بالنسبه للبنك ضروري خاصو يترجم العربيه، بالنسبه للسجل العدلي، بالنسبه للعقد ديال كيف ما قلت لكم هادشي كله الوثائق اللي جاب معاه خاصها ترجم. انا ترجمت 300 درهم للورقه، الا لقيتو خصو يكون مترجم محلف. يعني هذه اللي خاصكم تاكدوا عليها، ماشي تمشيو عند اي واحد يترجم لكم، خاص يكون ضروري الكاشي ديالو. صافي هكا كتكونوا ساليتو الترجمه راه كيديرها لكم في يومين صافي. يعني كيف ما كتشوفوا احنا دابا باقيين ما كملناش اسبوع، اولا حرا كملنا اسبوع. هو اسبوع نقدروا يكون خدينا الوراق من الرباط، ترجمنا الوراق، غنبداو في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني هما الوراق ديالنا واجدين صافي سالينا. غادي ناخذوهم وغادي نمشيو للمحكمه. المحكمه الاسره غتسول على البلاصه اللي انت ساكن فيها، محكمه الاسره. ملي كتمشي كتقول لهم عافاكم بلاصه ديال الزواج المختلط، كيوريوها لك كتمشي ليها. انا غنحط لكم هنايا، هي ما غاديش تلقاوها في شي فيديو اخر دايرينها لان قلبت انا ما كايناش، غنحطها في المحكمه. كتمشيو كتلقاو كيفاش تكلاسيفيو اولا كيفاش ترتبوا الاوراق ديالكم. انا صورتها وقلت غادا نبارطاجيها معكم باش تمشيو واجدين، ما ديروا فوتوكوبي حتى شي ورقه ديالكم. يعني بالنسبه لهداك الشيء المترجم وداك الشيء، واخا كديروا فوتوكوبي تقدري مثلا ديري فوتوكوبي وتبقى عندك تاخديها لان هما كيقول لك هما تيديروا فوتوكوبي كياخذوا العدد اللي باغين وكيعطيوك جوج، باش وحده كتعطيها للعدول وحده كتعطيها للبوليس. يعني خاص داكشي يكون مرتب. يعني واخا كديري انت فوتوكوبي كتقدري تدوخي ما كتعرفيش العدد بالضبط، فهمتيني؟ داكشي اش كنقول لك، غير انك كيفاش غترتبي الوراق ديالك كافيه. غتلقيني في اخر الفيديو غتلقيني حاطه كيفاش ترتبي الملف ديالك، لان ماشي غير غتجي وتحطي الوراق وتعطيهم المحكمه تعطيهم للقاضي، لا، اولا السيده المكلفه اللي كتاخذ من عندك الملف، لا، كاين ترتيب كيقول لك الورقه تحت ورقه تحت اش من الورقه الاولى واش من الورقه الثانيه واش من الورقه الثالثه واش من الورقه الرابعه وشكون الاول، واش الطرف الاجنبي ولا الطرف المغربي. هادشي كله غنخلي لكم صور نسخ منه في اخر الفيديو غنحطو لكم. كترتبوا داك الملف ديالكم وكتعطيوه ليها.
اللي كتكون اللي معنيه بالامر في المحكمه. صافي كتعطيكم هي واحد الورقه كتعمروها بسميتك وكنيتك وسميتو وكنيتو وداكشي. صافي كتعمروها كتعطيوها الورقه، كتبقاو باركين كتسناو، يعني كتمشي بكري، خاصك تمشي مع ديك 9 يعني 9 تكوني تما لان كيكون زحام. صافي وبالنسبه عافاكم بالنسبه للطرف الاجنبي، يعني الا كان خاصو يكون لابس لباس رسمي، يكون جين، ما يكون شرطات، لان بعض المرات كيرجعوكم البوليس، كيرجعوكم لانكم داخلين المحكمه. خاصه الا مشيو في الصيف، يعني كيكون الصيف وداك الطرف الاجنبي كيجي الصهد سيرتو في المغرب كيقول نمشي صيف، ولكن غادي نردوكم وتضيعوا نهار. من الافضل انه يمشي لابس رسمي، جين ديالو تيشورت عادي، شرطات ممنوعين. صافي كتدخلوا القسم كما قلت لكم، هما كتقول لهم كيصيفطوكم نيشان القسم ديال الاجانب، كتمشيو كتدفعوا الدوسي ديالكم، غادي تاخذوا، غتقول لكم تسناو، من بعد كديروا ليه فوتوكوبي. هي كاين تما فوتوكوبي في المحكمه، كدير لي فوتوكوبي النسخ اللي غدير، كيكونوا كدير 6 ولا 5 وحده منهم، كتاخذ 3 ولا جوج، كتاخذ واقيلا 3 باش كيبقى واحد كتعطى القاضي، وجوج واقيلا كيبقى في الارشيف، واحد كتاخذ هي، ماشي حاجه بحال هكا، وجوج ولا 3. داك الدوسي ديالكم كدير ملي كدير فوتوكوبي كتاخذ جوج ولا 3 وكتعطيكم نتوما جوج، كتقول لكم هذا واحد غتعطيوه للبوليس وواحد غتعطيوه ان شاء الله للعدول، فهمتوا؟ صافي من بعد ما كتعطيوها كتسناو، كتعيط عليكم، كتعطيكم واحد بحال شكل ملف، كتقول لكم غطلعوه واحد القسم كاين الفوق، هي غتقول لكم فين غتمشيو، غتعطيو داك الملف ديالكم، غيقول لكم تسناو. صافي صافي كتمشيو فحالكم، عفوا كيعطيكم داك صافي كتمشيو فحالكم، كيعطيكم واحد الكود ديالكم، كيكون كود ديال الملف. صافي كتمشيو كترجعوا في اليوم موالي، كترجعوا الغد ليه، كتعطيكم كتمشيو واحد المكتب ثاني، كديو معاكم داك الكود، كتقول ليها كتقلب، كتقول لك كتعطيك واحد لونفلوب، هذاك لونفلوب هو اللي غادي نديو للبوليس الولايه اللي انت اللي محسوبه على العنوان ديالكم. صافي كتمشيو للولايه، كيعطيكم واحد الورق تعمروهم، سميتو كنيتو داك الطرف الاجنبي، كتحطوا المعلومات كامله على الطرف الاجنبي، وتنتوما كيعطيكم جوج ورقات، الطرف المغربي والطرف الاجنبي، كتعمروا داك الفورميلا وكتعطيوهم للبوليس. صافي كيقول لكم سيروا. هذاك تما اللي كيقدر ياخذ شويه الوقت، الا كان سورتو الا جات مع جوغ فيغي ولا شي حاجه ولا شي مناسبه عيد ولا هذا، راه غتاخذ لكم شويه الوقت. ما كانتش راه ما كتفوتش اسبوع اولا 10 ايام، هذه بالكثره قلت لكم، الا كان شي عيد ولا شي حاجه كتاخذ 10 ايام، بعض المرات راه غير اسبوع. صافي كيديروا تحقيق على داك الشخص اللي غادي تاخذوا، وكذلك يكون انترفيو مع داك معكم باش كيعرفوا داك الطرف الاجنبي منين، شنو تيدير، شنو خدمتو، علاش بغيتي تزوجي بيه، فين تعرفتي عليه ولا فين تعرف عليك. تيكون بحال هكا، وبعض المرات ما تيكونش، يعني على حساب انت وزهرك ولا انت وزهرك. بعض المرات كيطلبوا ان يكون انترفيو، بعض المرات ما تيطلبوش. تاخذوا في هاد الايام ديال كورونا ما كانش لي انترفيو، ما كانش كانت يعني كانت ملغيه. كنتمنى هو صراحه ما كيكونش شي حاجه، كتكون اسئله عاديه وانت كترجم، صوتو داك الطرف الاجنبي ملي تيهضر انت كتكون كترجم وصافي، يعني شي حاجه اللي هي عاديه. صافي من بعد هكا كتكون سالات المهمه ديالكم، كتبقاو تسناو في الظرف خاصو يرجع للمحكمه، يعني كيعني انه قبول، يعني من بعد ما داز الانترفيو كما قلت لكم يقدر يدوز يقدر لا، يعني على حساب. بحال دابا هاد الايام كورونا ما كانش تلغى، الا ما كانش الانترفيو صافي غير كيقول لكم سيرو، كما صافي كتمشيو ما كيعيطوش لكم حتى كيقول لك واحد 5 ايام 10 ايام، ما كيعطيكم بحال كلادات. كتمشيو تسولوا في المحكمه، كتمشي للمحكمه نيشان فين دفعتي الدوسي، هذيك الورقه اللي عطاتكم شتي طلعتيها اليوم، تما فين كتمشي، ما عقلش على سميتها، كتمشي تما كتسول، كتقولي معافاكم الرقم ديال هذا الملف وجا من عند البوليس. الا جا صافي تيقول لك غتهبط فين دفعتي الدوسي، غترجع فين دفعتي الدوسي، ايوك صافي سير القسم فين دفعتي الدوسي ديك اول مره، تما كتمشي تاخذ الورقه ديالك ديال الموافقه بالاذن بالزواج. صافي هادشي اللي كاين. سينو كيقول لك سير عند البوليس، مثلا كنتي زربان ومثلا داك الطرف الاجنبي عنده الطياره وهذا، سوق عند طرف عسل البوليس، ملي كتمشي للبوليس كتطلبهم، كتقول عافاكم ها كاين، كتوريهم مثلا تيكي ولا هذا البيي،
صافي. كيحاولوا يسرعوا الاجراءات، واخا هو كيكون داكشي من رباط، يعني تيقول لك حنا ما في ايدينا والو. صافي ملي كيجي كيف ما قلت لكم كيجي لونفلوب، المحكمه كيرجعوكم فين دفعتوا الدوسي المره الاولى. صافي هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى كنت نسيتها، انكم من بين الوثائق كتدفعوا طلب الاذن بالزواج، ضروري المحكمه طلب الاذن بالزواج من ضمن الوثائق. غادا نحطوا لكم حتى هو في اخر الفيديو. صافي. وهكا ملي كتعطيكم الورقه ديالكم ديال الاذن بالزواج، كتمشيو ديك الساعه للعدول و كتاخذوا معكم داك الدوسي اللي قلت لكم، لان المحكمه ديجا قادته لكم. كتكون نتوما قادين الوثائق من ا حتى زد، كتكونوا نتوما مرتبينهم. غنخليكم كيفاش تمشيو مرتبينهم من الدار. صافي ملي كتعطيوهم كيكونوا هما مقادين داكشي، كتمشيو عفوا للعدول وتزوجوا. هكا كيكون الاجراءات سالات في وقت وجيز كيف ما قلت لكم. عندكم اسبوع ديال ما بين الترجمه ديال الوراق والرباط. صافي من بعد كتمشي للمحكمه، كتقدر تاخذ لك اسبوع حتى هي كان جوغ، ويقدروا يجاوبوكم. وكان جوغ هانتي عندك ورقتك ديال الاذن بالزواج، وهكا كتكوني ساليتي بلا رشوه، بلا عصاب، بلا ستريس، بلا حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم هاد الوثائق اللي غادي تحتاجوا قلتها لكم كامله. واي تساؤل اي حاجه عندكم مرحبا، كتبوها ليا غادي نجاوبكم. نتمنى لا فيديو ينال اعجابكم، وكاع الوثائق اللي قلت لكم غادي تحتاجوا راني غنخليها لكم سكانيه في الاخر ديال الفيديو. ثبوت الحفاظ على الديانه بالنسبه للشخص اللي ما بغاش يسلم. طلب الاذن بالزواج كذلك حتى هو غادي نخليه لكم. كذلك غادي نخلي لكم ورقه اخرى ديال لا كاباسيتي دو مارياج. هادو هما الوثائق اللي غادي تحتاجوا، غادي نطابيوهم في بيسي وتامبريموهم. صافي وترفقوهم بالملف ديالكم. كنتمنى لا فيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش لايك وسبسكرايب. واي تساؤل عندكم مرحبا، باش تشجعوني نعاود نحط لكم انواع اخرى ديال هاد انواع اخرى، بحال مثلا شنو غتحتاجوا عاوتاني ملي تدفعوا الوثائق ديالكم ان شاء الله، باغيناج، كل حاجه نبقى نهضر لكم عليها بلي ديتاي. وشكرا على المشاهده.